الحقيقة تبان. مرة تانية أهلا بكم في النور مشاهدينا. بنستكمل متابعتنا لأحداث كنيسة أطفيح وخلينا نرجع نفكر نفسنا، هي مش كنيسة أطفيح، هي كنيسة الشاهدين ماري جرجس والشهيد العظيم ماري مينا العجايبي بقرية صول بأطفيح. لأنه كل ما نفتكر إنها كنيسة ماري جرجس وماري مينا نتقوى، وكل ما نفتكر إنها كنيسة ماري جرجس وماري مينا نطلب منهم إنهم ياخدوا حق كل الناس اللي اتظلموا واللي اتهجروا من بيوتهم ويرجعوهم بيوتهم بالسلام. شباب المتظاهرين امام مبنى ماسبيرو معانا النهارده، متشرفين بوجودكم جميعا. اهلا بيك استاذ باسم. استاذ باسم عبده. باسم عبده دميان من شباب اللي راحوا ماسبيرو، بقالنا يومين واقفين قصاد المبنى ماسبيرو. اهلا بيك. اهلا بيك. معانا كمان مايكل وجيه. اهلا بيك يا مايكل. اهلا بيك، وانا سعيد ان انا معاكم النهارده يا ودينا. اهلا بيك فادي يوسف. برضو انت ابتديت من اول التظاهرات ولا؟ تمام، ابتدينا ومعتصمين ومستمرين كمان. عايزين نعرف كده، نبتدي بباسم، ايه المطالب اللي هي مش هتتنازلوا عنها، خليكم بقى ايه تروحوا بالبلدي كده. اول حاجه ان الجيش يكون ايده اقوى من كده، لازم التدخل يبقى سريع. عايزين منه ايه بالتحديد؟ عاوزين ان الكنيسه تتبني في مكانها، مش عشان في افراد وقفوا قصاد الجيش. خلاص في وعد النهارده ان الكنيسه تتبني بمكانها. مع حضرتك لو احنا تنازلنا عن نقطه ان الكنيسه تتبني بره المكان، يبقى كده محدش عارف الدور الجاي هيجي على كنيسه تمام ايه. خلاص في وعد النهارده ان الكنيسه هتتبني في مكانها من رئيس الوزراء. وفي عندنا كمان ان الاسس زي ابونا تيموثاوس اللي هو كان مسجون ده، ابونا متاوس سوري، ان هو يخرج من مكانه من السجن زي الناس اللي خرجت قبل كده. لا انا عايز اسالك بقى، هو انت لما كنت في ماسبيرو وجيت الدكتور عصام شرف وعمل اجتماع مع بعض المسيحيين، الاستاذ كامل صالح والاستاذ مايكل منير، نزلوا بعد كده قالوا لكم اتفقوا على ايه؟ واضح ان انتم مش عارفين، لانه قالوا لنا في التليفون. هو رئيس الوزراء انا بالظبط سمعت بعد ما دخل ساعه اللقاء بتاعه بدات تتحرك على هنا. هو قال 5 كلمات بالظبط، قال مبروك عليكم براءه ابونا متاوس. انا كلمه براءه دي حطيت عليها كذا خط. بس اتبسطت قوي ان هو طلع قال 5 كلمات. هو بعد ما حلف اليمين جه على طول على ماسبيرو. براءه مش خروج، دي رائعه بجد، لفت ده رد اعتبار قوي، حلوه جدا. يعني هو شخصيه محترمه. اول حاجه عملها بعد ما حلف اليمين جالنا وقال الكلمه بتاعته، ودي تعتبر بدايه حسن نيه. هي الفكره، هو كان في كل نابليون بونابرت قاله شقاء العالم بسبب عنف الاشرار وكذلك صمت الاخيار. للاسف احنا لا، ومين اللي بيقول؟ نابليون لا طب مالناش دعوه نابليون. لا ما هو دي ممكن تكون بعد التجربه في اخرها، بعد المرار اللي هو عمله في الناس. مفعله جدا في موقف، يعني في رؤيتنا للجيش ان هم دول الملاذ واللي احنا بنثق فيهم، وانت بتقول انه بسبب عنف. حلو قوي. تمام. لا والاشرار ليها معاني كتير قوي، هيبقى الجيش والناس اللي اعتدت علينا. لا خليك. طب بص هقول لك حاجه يا مايكل دلوقتي، عشان انت ما عرفتش ايه اللي حصل، انتوا جيتوا على هنا على طول. اللي حصل في لقاء رئيس الوزراء ان هو وعد ببناء الكنيسه في مكانها، وعد بتقصي الحقائق، بمعاقبه الجناه وتعقبهم اينما كانوا، خروج ابونا متاوس انتوا عرفتوه. تمام. فادي كان من الناس، اسمح لي يا مايكل، فادي كان من الناس اللي انت شايف انه الوقت ده مش وقت رجوع للمنازل، يعني حتى بعد استجابه الطلبات بالشكل ده. ليه؟ هو مفيش استجابه للطلبات. هو الطلب الوحيد اصدار بيان رسمي من القوات المسلحه، اولا بحمايه كل دور العباده. احنا مش بنتكلم بشكل طائفي، احنا عايزين القوات المسلحه، وده شيء مقدس، يحمي كل دور العباده اللي على ارض مصر. تاني حاجه ان القوات المسلحه تكون باعاده بناء ما تم هدمه. فادي الطلب ده تتضايق لو قلت لك ان هو مش عملي؟ لا عملي. هقول لك ليه؟ هقول لك وجهه نظري. كان معانا دلوقتي استاذ عبد الله خليل خبير في حقوق الانسان، وقال ان هم حبوا يعملوا من كام سنه 2007 حصر بعدد الجوامع والزوايا اللي موجوده في مصر، طلعت 97,000. فلو اضفنا اليها عدد الكنائس واضفنا اليهم اللي حصل من 2007 ل 2000، العدد الجيش مش ممكن يكون عنده قوه تحمي كل ده. الحمايه مبدئيا المفروض تبقى من نبع كل واحد فينا. انا شخصيا ما اقدرش اعتدي على اي مقدس، شيء مقدس ان كان جامع كنيسه او حتى ما يرمز ليه. يعني انت تقصد الحمايه في شكل ردع المعتدي. طب
المطالبات الاساسيه. اتفضل. المطلب الثاني هو ليه الجيش هو المطالب باعاده بناء الكنيسه؟ لان هو الذي قام بالتقصير في حمايه الكنيسه. يعني خلينا أنا نقول شخصياً- مش تقصير، خلينا نقول انه الجيش اختار الحل السلمي. ما هو احنا ابدا مش عايزين نقول عندما هو اتهام. الجيش امتنع ان هو يوقف الناس عن دخول الكنيسه ومهاجمتها. انا كنت متابع الاحداث من اولها. بس انا مش فاهمك قوي يا فادي. يعني انت تقصد ان لما الدكتور عصام قال ان الكنيسه هتتبني على حساب الحكومه ده مضايقكم فعايزينها تتبني على حساب الجيش؟ بتهيألي دي تفصيله يعني جيش او حكومه يعني على حساب برضو- الدوله يعني. حساب الدولة. هو برضو الجيش قال من ضمن الكلام اللي يمكن هدى بيه الناس في الاول ليله اللي هي كانت ليله السبت، ان هو هيقوم بإعادة البناء. باعاده البناء. تمام. اوكي، احنا طالبين من الجيش يقوم بالدور ده. تمام. ايه كمان؟ والمطالبه الثالثه ودي مهمه جدا جدا، تهجير الاباط اللي تم بشكل ارهابي وحرق ممتلكاتهم وحرق منازلهم، يتم رجوع اباطهم الى بيتهم تاني. تمام. ده شيء مهم جدا حتى لا تتكرر الاحداث. النهارده احنا بنبص القريه ديت لو حصل فيها تصفيه الاباط بهذا الشكل، قرى اخرى هيطبق عليها نفس الكلام. واقرب دليل على كده ان كنيسه السيده العذراء بالصف جالها اعتداءات مباشره بعديها ب 24 ساعه ان احنا هنحرق كنيستكم. اتصلت بينا واحنا قلنا الاستغاثه على الهواء. انا هنا في النقطه دي بس بقول لو حصل ده والاباط سكتوا، الاباط يا جماعه مش بيهيجوا البلد، بالعكس هم بيحافظوا على امان البلد، لان هم بيرفضوا حاجه حصلت مش عايزينها تحصل وبيمنعوا اللي ممكن يحصل. مايكل كان ليك مداخله. بالنسبة للجيش زي ما حضرتك قلت عدد الجوامع والكنائس كتيرة قوي. هو كلام أنبس يودوس وعدد الجوامع كتير قوي. والكنائس تعتبر عدد ما برضه يعني. معقول. هي بس الفكرة لا، الجيش كان في قوة من الجيش موجودة جنب الكنيسة على بعد 7 كيلو. لو كانوا اتحركوا من الأول ما كانش هيحصل اللي حصل. حاجة تانية أنبس يودوس قالها في المكالمة، بيقول يا ريتنا ما كنا كلمنا جيش. تقريبا الناس كانوا وقفوا قصاد بعض فالموضوع هدي بطريقه سلميه. لما الجيش جه بدا يفصل بين الناس، رجع المسيحيين ورا، فالمسلمين هو ما قدرش عليهم فسابهم يعملوا اللي هم عملوه. وكان في مسيحيين رجعهم ورا، ده كان بيقولوا كانوا بالتاكيد. مشوهم. اصل بص يعني هو فصل الاثنين عن بعض. معانا كذا حد كان معانا كل حاجه. وبعد كمان مشوهم بالنسبه وكنا مشينا لتكمله كنا... كلام فادي. العائلات كلها موجوده في مسبيرو ده حضرتك، كميات البطاطين والاقامه بقى مقيمين. بس هي دي النقطه بقى اللي عايزين نتكلم فيها باسم، اللي هي انه لما سمعنا احنا في التليفون الوعود دي قلنا الزمن، التوقيت الزمني فين؟ امتى هتتبني الكنيسه وامتى الناس دي هترجع؟ ترجع امتى؟ هو ده المهم، لان الناس دي هترجع